مشاهدينا الأكارم عبر قناة ملحقة محو الأمية لولاية بسكرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج لقاء خاص. هذا اللقاء يجمعنا بالسيد عبد الحكيم بوعيس، رئيس مصلحة التكوين بملحقة الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار لولاية بسكرة. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا أستاذ صالح. بداية وجب التذكير أو وجب الذكر بأن السيد مدير الملحقة سيد طاهر عثماني كان يود الحضور معنا في هذا اللقاء نظرا لأهميته، لكن ونظرا لبعض الانشغالات، لا سيما وأنه متوجه بحول الله إلى البقاع المقدسة، تعذر عليه الحضور. إذا إن شاء الله يكون لقاء مفيد لكل المتابعين سي عبد الحكيم. شكرا إن شاء الله بحوله تعالى. إذا في البداية الملحقة مقبلة على محطات مهمة خلال شهر ماي وكذا شهر جوان. أول محطة نشير إليها وهي الإشراف على عملية حراسة الممتحنين في شهادة إثبات المستوى المتعلقة طبعا بالديوان الجهوي للتعليم والتكوين عن بعد. ماذا لو حدثتنا عن عملية الإشراف؟ شكرا أستاذ صالح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. إذن وبعد، فعلا كما دأبت الملحقة الآن أصبحت شريكا في هذا الامتحان، امتحان إثبات المستوى وامتحان المستوى الخاص بالديوان الوطني التعليم والتكوين عن بعد، بحيث أن مؤطري فصول محو الأمية التابعين لملحقة ولاية بسكرة كغيرهم من مؤطري الولايات الأخرى ولاية الوطن مكلفون ومنخرطون في هذه العملية في صفتين. مجموعة منهم بالنسبة لملحقة بسكرة، مجموعة منهم ما يفوق 60 عونا أو معلما أو مؤطرا مكلفون بمهمة الملاحظة. يسمى كل واحد راهو معين كملاحظ في مركز إجراء من مراكز الإجراء المتواجدة عبر ولايتي بسكرة وولد جلال. بقية مؤطري الملحقة كلهم مكلفون كحراس لهذه العملية للامتحان في حد ذاته. طبعا هذه الآن التوأمة أصبحت شيئا فرض نفسه بين الديوانين، أي الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار وديوان التعليم والتكوين عن بعد. في الحقيقة ربما هذا يضيف هذه إضافة أخرى لأعوان محو الأمية من خلال هذا الانخراط في هذا الامتحان بالذات. ثاني محطة كما هو معروف لدى كل منتسبي قطاع محو الأمية أنه متمدرسي المستوى الأول في نهاية كل سنة يقبلون على إجراء امتحان للانتقال إلى المستوى الثاني. ماذا عن أجواء التحضير لهذا الامتحان؟ نعم، نحن الآن على مقربة من ختم الموسم الدراسي، وطبيعي جدا أن تكون اختتام الموسم الدراسي بامتحانات إثبات المستوى أو امتحان المستوى، منها ما يتعلق بالمتمدرسين الذين يدرسون في المستوى الأول طبقا للتعليم الواردة من الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، فإن امتحان الانتقال إلى المستوى الثاني، يعني المتمدرسين الذين زاولوا طوال هذا العام دراستهم في المستوى الأول سيخضعون لامتحان للانتقال إلى المستوى الثاني، وسيكون قلت هذا الامتحان خلال فترة من 29 ماي إلى 2 جوان. يعني المؤطرون لهم الخيرة كما. نعم، هذا الأمر يتعلق بظروف كل مؤطر وكل بلدية وربما كل مقاطعة. هناك نوع من التنسيق، لأن طلبنا من السادة المنسقين بأن يجتمعوا بالمؤطرين التابعين لهم وينسقوا في هذا الباب ويحددوا يضبطوا تاريخ أو موعد موحد لإجراء الامتحان على مستوى البلدية ومستوى المقاطعة، ويكون خلال هذه الفترة من 29 ماي إلى 2 جوان. أكيد أنه بعد إجراء هذا الامتحان والذي حدد تاريخه طبعا في الفترة الممتدة بين 29 ماي
و2 جوان تعلن النتائج. هناك من سينتقل إلى المستوى الثاني وهناك من سيعيد السنة. ماذا عن ربما الإعلان عن هذه النتائج؟ هذه العملية مرتبطة بترتيبات نهاية السنة. في الحقيقة العمل يتخلله امتحان المستوى القاعدي، وبعد هذا سنضبط التاريخ. ربما راح يكون احنا الآن بعد إجراء الامتحان في حدود من يوم 9 جوان إلى حدود 16 جوان تكون فترة المعلمين أنجزوا كل أعمالهم، صحوا الوثائق ورصدوا النقاط ووضعوا النقاط على الكشوف. ثم هذه الكشوف تقدم للإدارة للتأشير عليها، ومن ثم بعدها تصبح عند المعلمين كل معلم عنده النتائج النهائية فيما يتعلق بالناجحين والراسبين في المستوى الأول. نستطيع القول إذن أنه بحلول يوم 16 جوان كل النتائج تكون ظاهرة وكل متمدرس يستطيع التعرف على نتيجته بحوله تعالى إن شاء الله. الآن أهم محطة إذا استطعنا القول ألا وهي امتحان شهادة التعليم القاعدي أو ما بات يسمى امتحان تحرر من الأمية. ماذا عن الإجراءات؟ ماذا عن التحضيرات؟ ماذا عن التواريخ التي حددت على مستواكم؟ نحن إذن على مقربة من هذا الامتحان وعلى بعد شهر. نحن الآن في بداية الترتيبات، يعني الأمور كلها ضبطت القوائم مبدئيا. ربما التاريخ أيضا رجعنا فيه إلى المصدر التعليمة الواردة من الديوان والتي تحدد بأنه يمكن إجراء الامتحان يوم 1 جوان، وربما احنا الآن اتفقنا خلاص ضبطنا هذا الموعد. إذا سيكون بحوله تعالى يوم السبت 1 جوان 2024. يبقى هناك ترتيبات أخرى تسبق هذه العملية، منها إعداد الأسئلة طبعها وبعدها تحضيرها وما إلى ذلك، واستدعاء السادة رؤساء المراكز مراكز إجراء الامتحان، بعدها أخذ الأسئلة وبعدها استلم أظرفة الامتحان وبعدها إجراء الامتحان. مباشرة بعد الامتحان راح تكون فترة امتحانات رسمية، منها امتحان التعليم المتوسط، امتحان مرحلة التعليم المتوسط. ولذلك يوم امتحان مرحلة التعليم المتوسط راح يكون يوم الاثنين 3 جوان 3 4 و5 جوان. احنا بحوله تعالى يوم 6 جوان الخميس 6 جوان راح يكون تصحيح امتحان شهادة التعليم القاعدي، والذي سيكون على مستوى الملحق. نعم على مستوى كما جرت العادة دائما. ستعين لجان وكما جرت العادة. نذكر فقط أنه في السنة الماضية خضتم تجربة كانت رائدة فعلا، وهذا من خلال النتائج التي سجلتموها على مستوى تصحيح الامتحان. عدد قليل بلجان متعددة، كان أمور في زمن كذلك قياسي بشكل أو بآخر، ونفس الطريقة بحوله إن شاء الله ستعتمد هذا العام. لا الخصوصية لهذا العام الشيء الوارد من الديوان نفسه من الإدارة المركزية. احنا الآن أحصينا في حدود 1700 مترشح هم متمدرسون نظاميون، ولكن هناك أيضا إمكانية، ربما هذا الشيء الجديد الخاص بامتحان 2024 ستفتح فرصة لبعض من المتمدرسين الأحرار غير يعني الذين لم يكونوا مسجلين على مستوى القوائم في هذا الموسم الدراسي. قلت هؤلاء ستمنح لهم فرصة المشاركة في الامتحان، وسنبدأ بتسجيل هؤلاء حتى إلى موعد الامتحان إن شاء الله، وبعدها سيخوضون التجربة، وبإمكانهم بعدها الناجحين أن يتحرروا وينالوا كغيرهم من الذين كانوا متمدرسين نظاميين شهادة التحرر التي تفتح لهم آفاق مختلفة، سواء مواصلة الدراسة عن طريق الديوان الجهوي للتعليم والتكوين عن بعد، أو حتى انتقال إلى مراكز تكوين مهني لممارسة أو للتمهين في نشاط أو في مجال معين من المجالات المختلفة التي تتاح لمثل هذه الشريحة. فقط على ذكر الميزة الجديدة التي ميزت امتحان هذه السنة وهو وجود الأحرار، حسب اطلاعي فإن الشرط الوحيد
الذي لابد أن يتوفر في هؤلاء الأحرار الذين سيخوضون غمار الامتحان هو مقدرتهم على الإجابة على أسئلة من هذا النوع. الأمر يرتبط فقط بامتحان تقييمي بسيط جدا أو إثبات شهادة تثبت بأن المترشح يملك على الأقل مستوى دراسي يؤهله لأن يخوض غمار هذا الامتحان لسائل. يعني هناك تسهيلات كبيرة جدا في هذا الباب، والباب كما قلت مشرع ومفتوح للجميع لكل المواطنين. يعني هذه بشرى إن شاء الله راح نزفوها للمواطنين، وسيعلن عن هذه العملية في حد ذاتها ابتداء من يوم الأحد القادم إن شاء الله رسميا، ويبدأ التسجيل. نعم. هذا ما كنت أود ذكرها. على حسب علمي دائما أن الملحقات اتخذت كل الإجراءات لإطلاع المواطنين، وهذا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي بحوزتها، يعني صفحتها على الفيسبوك وكذلك قناتها على اليوتيوب، بالإضافة إلى حتى الإذاعة بحوله تعالى سيبث إعلان، لأن الأمر هذا متعلق بالمواطنين. المواطنين ممكن يكونوا تكون الإذاعة مصدر من مصادر المعلومة الخاصة بهم حتى ينشر أكثر، وحتى تتاح فرصة لكل هؤلاء الذين يهمهم هذا الأمر. الآن سيدي الكريم نشكرك على كل هذه الإيضاحات، لكن كلمة فقط توجهونها بداية لمنتسبي قطاع محو الأمية بولاية بسكرة وولد جلال، ومرورا إلى كل المواطنين الذين يشاهدون هذا البرنامج عبر قناة محو الأمية لولاية بسكرة. أيضا كلمة بالنسبة للمؤطري فصول المحمومية، أتمنى لهم إن شاء الله يتوفقوا في مهمتهم بالدرجة الأولى هذه في إطار الشراكة بين الديوان الوطني للمحو الأمية وديوان التكوين والتعليم عن بعد في حراسة الامتحان والقيام بمهمة الملاحظ، وبعدها نتمنى إن شاء الله كذلك يسعفهم الحظ في كذلك في إنجاح شهادة التعليم القاعدي، والفرحة بالنتائج التي سنتائج يعني بنجاحات متمدرسهم. بالنسبة للمتمدرسين أولا نتمنى إن شاء الله التوفيق لكل المتمدرسين، سواء الذين ينتسبون للديوان الجهوي للتعليم والتكوين عن بعد أو لمتمدرسي فصول محو الأمية في هذا الامتحان الرسمي، كل حسب فئته أو وأيضا من جهة أخرى أتمنى كذلك التوفيق للمواطنين. أتمنى إن شاء الله هذه المعلومة توصل للجميع، وكذلك يستفيد منها الذي ربما تواتيه هذه الفرصة، لأن ربما موجودين ناس معينين تعذر عليهم التسجيل في فصول المحمومية، هذه فرصتهم في المشاركة في هذا الامتحان والفوز بشهادة تثبت تحررهم من الأمية. في الأخير مشاهدي الأكارم لا يسعني إلا أن أتمنى التوفيق لكل المقبلين على الامتحانات، كل الامتحانات دون استثناء، وكذلك نتمنى التوفيق لكل مؤطري هذه الامتحانات عبر ربوع الوطن. كما أشكر السيد عبد الحكيم بوعيس رئيس مصلحة التكوين بملحقة الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار لولاية بسكرة على سعة صدره وقبوله دعوتنا. أما أنتم مشاهدي الأكارم فأشكركم على كرم الإصغاء وطيب المتابعة. نضرب لكم موعدا في لقاء آخر وشخصية أخرى وأحداث أخرى، ومن هنا إلى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.